تفتكر مين يكسب؟ التمساح سيد المستنقعات ولا تعبان الأصل العملاق اللي بيقدر يبلع غزالة بالكامل من غير ما يسيب لها أي أثر؟ مواجهة بين القوى المرعبة، كل واحد فيهم اتخلق بقدرات تخلينا نقف نتفرج على صراع الجبابرة ما بينهم. فعموما الحلقة دي مليانة تفاصيل غريبة يمكن أول مرة تسمعها، ولو أنت بتحب تسمع أغرب حاجات بنشوفها في البرية ياريت ما تنساش تسيب لنا تعليق تقول لنا إيه رأيك في المحتوى اللي إحنا بنقدمه، وطبعا الإعجاب وتفعيل زر الجرس. ويلا بينا نبدأ. أنا إسلام سيد ودي قناة صندوق الدنيا. في قلب الأنهار والمستنقعات التمساح بيكون مستني، جسمه مدرع زي الدبابة، عضة أسنانه تعتبر أقوى عضة ما بين كل الحيوانات، بيقعد ساعات من غير ما يتحرك، بس عينه ورقبته فوق سطح المية مستني اللحظة المناسبة علشان يهجم. التمساح مش مجرد صياد، ده كائن بيفكر بصبر وذكاء. وفي الناحية التانية في نفس البيئة تقريبا بتعيش الأصلة العاصرة. الأصلة دي مش محتاجة سم، قوتها كلها في عضلاتها اللي بتلت حوالين الفريسة وبتضغط لحد ما الفريسة تتوقف عن التنفس. وزنها بيعدي 250 كيلو، طولها ممكن يوصل لأكتر من 9 متر، عيونها ومناخيرها فوق راسها، فتقدر تبقى مستخبية كلها في المية من غير ما تبان. الأصلة مش بتجري، هي بتختفي وتستنى اللحظة اللي الضحية فيها تقرب منها، وهنا بتحصل المواجهة. تخيل بقى معايا المنظر ده، الليل هادي والبركة مليانة سكون، تمساح دخل البركة علشان يصطاد سمكة أو الضفدع. فجأة الأصلة تتحرك تحت سطح المية، وبسرعة البرق التعبان يلف حوالين جسم التمساح. أول لفة بتكون حوالين الرقبة، والتانية حوالين جذع التعبان نفسه. لكن هنا التمساح مش فريسة سهلة، التمساح بيبدأ يحاول يعض ويلف الجسم في حركة الموت المعروفة باسم ديث رول، وهو هنا بيحاول يقطع أي جزء من التعبان. التعبان في نفس الوقت بيحاول يشد عضلاته أكتر ويضغط أكتر. والسؤال هنا، مين بقى اللي عنده الأفضلية؟ الغالبية العظمى بتكون للتمساح، لو المواجهة دي مع تمساح بالغ أسنانه قادرة تمزق جسم الأصلة، وبيبقى صعب جدا إن التعبان يسيطر على الوحش اللي قدامه اللي بيوصل وزنه لنص طن. لكن لو كانت المواجهة مع تمساح صغير أو متوسط، هنا بتكون الكفة ناحية الأصلة طبعا، وبمجرد ما بيلف حواليه كويس التمساح بيتخنق في دقايق، وبعدها التعبان بيبلعه بالكامل. المثير فعلا إن المواجهات بين التماسيح والأصلة مش مجرد خيال أو قصص شعبية، دي اتوثقت بكاميرات وباحثين شافوها أكتر من مرة في أكتر من مكان، وخصوصا في المستنقعات والغابات الممطرة في أمريكا الجنوبية. هناك بيعيشوا الاتنين في نفس البيئة، وده بيخلي الصدام وارد جدا. في مواقف اتسجلت تماسيح صغيرة وهي بتتفاوض بعضتها المرعبة تمسك التعبان قبل ما يلف حواليها وتجره تحت المية لحد ما يتخنق. وفي مواقف تانية الصورة بتكون معكوسة تماما، تعبان أصلة يقدر يلف على تمساح بالكامل وبقوة عضلاته الهائلة بيخنقه لحد ما يموت، والأغرب إنه بيبلعه كله مرة واحدة. المنظر بيبقى صادم، تخيل تعبان ضخم بيوسع بقه لدرجة تستوعب جسم تمساح كامل. ورغم كده في مشاهد لتعابين حاولت تبلع تمساح أكبر من قدراتها وانتهى بيهم الحال إن هي انفجرت أو ماتت من المجهود ده. وده بيورينا درس مهم جدا، الطبيعة عمرها ما بتدي لقب الأقوى لمخلوق واحد طول الوقت، الصراع دايما متوازي، كل كائن عنده فرصة إنه ينتصر لو لقى الظروف الصح، الحجم المناسب، التوقيت المظبوط، والبيئة اللي تساعده. في المستنقعات مفيش ضمانات، ممكن المفترس يبقى فريسة في لحظة وفي اللحظة اللي بعدها يكون هو المفترس. التمساح والأصلة العاصرة مثال حي إن القوة مش شكل واحد، في قوة الفك اللي بيكسر الحديد، وفي قوة العضلات اللي بتخنق لحد آخر نفس، وفي النهاية اللي بيحدد المنتصر مش الحجم ولا الشكل لكن ظروف المواجهة نفسها، واللي بتخلي الغابة أشبه بحلبة مصارعة مفتوحة والجمهور الوحيد هو الطبيعة نفسها. وبكده بتكون خلصت حلقة النهاردة، فما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة، وما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات ايه رأيكم في المحتوى اللي احنا بنقدمه، واستنونا في حلقة جديدة من قناة صندوق الدنيا.